تفتكر مين الناس اللي بتستثمر مع إعمار؟ يعني مين الناس اللي بتاخد قرار إنها تستثمر مع أكبر مطور في الإمارات؟ وانت بتشتري اي عقار عموما في شويه باراميترز كده او معايير بتختارها وانت بتشتري عقار، زي السعر، الاطلاله، طابق عالي، طابق منخفض، تبص على اللي اوت بتاع الوحده العقاريه اللي انت بتشتريها. كل دي معايير بتفرق من مستثمر للتاني. المستثمرين اللي بيستثمروا مع اعمار اغلبهم عارفين ان اعمار مطور قوي وكبير وبيتحكم في السوق وبيبني كوميونيتيز، مش بنايه ولا اتنين، فبيقدر يتحكم بكل سهوله في الكابيتال ابريشيشن. ممكن مع مطورين تانيين يكون عندك رفاهيه ان انت تتحكم في اكبر عدد ممكن من الباراميترز دي وتحدد للمطور بالظبط ايه هي اختياراتك، لكن مع اعمار الوضع بيختلف. نرجع بقى للباراميترز. مع اعمار ما بتقدرش تتحكم غير في باراميتر واحد او اتنين بالكتير، زي ان انت تحدد الكوميونتي اللي انت عايزه او الحد الاقصى للسعر والبادجت اللي عندك، تحط الشيكات وتستنى بقى تشوف هيطلع لك ايه. بس ما تقلقش، مفيش حد بيستثمر مع اعمار بيكون خايف او قلقان، لان ايا كان الاختيار اللي هيطلع لك هيكون فيه كابيتال ابريشيشن ممتاز. من شويه كنت قاعد مع حد من اعمار بيقول لي انا عندي شيكات كتير جدا من المستثمرين ولسه مش محدد بالظبط انا هشتري لهم فين. لو جاهز تكون من المستثمرين اللي بيستثمروا في اعمار كلمني.